خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. بزاف الناس دخلوني مؤخرا دخلوا للشريك العقل ديالنا، بقى فيهم الحال على حسب لابارتمون اللي تباعت لنا بوبانا. هاد لابارتمون راه جات تقريبا في نفس الموقع ديال لابارتمون اللي كانت عندنا هنايا، مساحه كبيره، اطلاله غزاله، وثلاثه الواجهات. هاد لابارتمون هادي راها جوج الواجهات، طراسه كبيره كما كتبغيو، والموقع غزال ورائع يا سلام. هاد لابارتمون هادي فيها 161 متر، ثلاثه البيوت هاد النعاس، الصالون، جوج الحمامات، الكوزينه والطراسه الكبيره على جوج ديال الواجهات. هاد لابارتمون فين جات؟ هاد لابارتمون راها جات طريق ديال بوبانه، يعني ما بين المجاهدين وبوبانه. شنو قريب لكم هنايا؟ قريب لكم لي زابارتمون ديال اباقيل، قريب لكم قواصم، قريب لكم الطريق ديال بوبانه، قريب لكم سوكو التو، اذا بطبيعه الحال غتكون قريبه لكم رميلات، وقريب لكم بزاف ديال المرافق العموميه والخصوصيه، يعني المدارس العموميه والخصوصيه يمشيو ليهم وليداتكم غير على رجليهم. دابا غادي ندخلوا باش نشوفوا الصاله ديال هاد الشقه اللي كيف ما قلت لكم فيها 161 متر. هنايا هذه هي الدخله ديال الباب. نسيت غير فكرتكم في الايطاج، هاد لابارتمون راه جات في الطابق الثامن، وكاين جوج ديال المصاعد، جوج ديال لي زاسانسور. بالنسبه للكولوار هو اختار انه يزوقوا هاد الزواقه هادي مع الدخله. الكولوار اذا لاحظتوا راه واسع وكبير، تقدر تجيكم فيه قنصوره صبابط المرايه ديالو. وهاد لابارتمون جات الكولوار اين فوا كتدخل كتلقى هاد الديكور وهاد المرايه مع الدخله ديال الباب. هو اختار انه يعمل هاد الديكور هذا ديال الخشب، ديكور غزال بالمجر ديالو، وحتى في الجهه ديال السقف حتى هو اختار انه يكملو بالخشب ودار غير لي سبوت الدخله ديال لابارتمون. هاد لابارتمون راها مقسومه على جوج ديال الاتجاهات. الاتجاه الاول اللي فيه بيوت النعاس وجوج الحمامات، وهذا الاتجاه الثاني اللي كنا فيه اللي فيه الصالون والكوزينه والطراسه اللي دخل فيها العديد من الاصلاحات. كندخلوا الاتجاه الاول او الثاني؟ يلا نمشيو الاتجاه ديال الصالون، او نخليو الطراسه هي الاخرى. يلا نمشيو بيوت النعاس ونخليو الطراسه هي الاخرى. هنا كاين الكولوار اللي كيجمع ثلاثه بيوت النعاس، جوج ديال الحمامات، وحتى هما عندهم لاكسي الاتجاه من الجهه الثانيه والطراسه. كما كتشوفوا الكولوار راه واسع وكبير، اختار انه يعملوا كامل بهاد لي سبوت هادو، لي سبوت اللي غزالين رائعين، وعطى جماليه للكولوار ديالنا. دابا غادي نرجعوا باش نشوفوا الحمام الخاص بهاد لابارتمون هادي. الحمام الاولاني المساحه ديالو هي هذه، كيف ما كتشوفوا راه فيه الدوشه بالالومنيوم ازاج، دوش ايطاليان خاص به. هذا مول لابارتمون هو اللي عمل هذه الدوشه هذه. والمساحه ديال هذا الدوش وطواليت سيرفيس كما كتشوفوا راها كبيره وكافيه للاستغلال، وباقي عندنا حمام كبر من هذا. لا الزليج، لا من النوعيه ديال الرخام، لا من النوعيه ديال لي ماتريال اللي عاملين هنايا في الحمام، كاملين من بروميير مارك، يعني ماتريال والكاليتي بروميير كاليتي. صراحه الله كلشي البلاصه ديالو. كيف ما كتشوفوا راه كاين بطاقه التهويه راه شفتوها مع الدخله. ودابا غادي نمشيو باش نشوفوا الغرفه الاولى اللي كاينه. هاد لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم 161 متر، جات قريبه لطريق بوبانه، فيها 161 متر في الطابق الثامن، وفيها جوج ديال المصاعد، جوج ديال لاسانسور. بالنسبه للغرفه الاولى المساحه ديالها هي هذه، كيف ما كتشوفوا اختار انه يعمل الغرفه ديال الولد ديالو، غرفه اللي كبيره هازه كاما ديال شخص واحد كبيره، وباقي ليسباس ديال جوج الكوفيتات، وعاد عندها الماريو ديال الحيط. نورمالمون راه كيجي ليسباس خاوي، بالحق هو اللي عمل هذا البلاكار هذا ديال الخشب ودار ليه لي زيتاجير ديالو. والبيت كامل راه فيه الباركي ديال الخشب في الارض، يعني راه البيوت كامل اذا لاحظتوا غادي تلاحظوا معايا انهم فيهم لي باركي. اختار انه يعمل هذا اللون هذا ديال الياقوت، هذا اللون هذا كري، وحتى القبص راه اختار انه يعطيه الثيم ديال الوليدات الذكوره. كما شفتوا هاد الالوان هادو بالتريه ديال ثلاثه ديال البومبيات. وهاد الغرفه هذه راها كتخرج الطراسه، بالحق ما غاديش نخرجوا الطراسه من هنا، باقي عندها لاكسي الثاني
والثالث اللي باقي غادي تشوفوه معايا، ابارتمون كبيره واسعه مصلوحه، موقع رائع يا سلام. واهم حاجه انها مفرشه، حتى اذا بغيتو تاخذوها بالفرش او اذا بغيتو تديوها خاويه. بالحقيقه ديتوها خاويه راه غتاخذ الصالون معاها كادو اللي من بعد غادي نمشيو وغادي نشوفوه. الغرفه الثانيه ديالنا حتى هي غرفه كبيره. المساحه ديال هذه الغرفه راه بحالها بحال الغرفه الاولى. اذا لاحظتوها هي هازه جوج ديال لي كاما سيباري بالكوكيتات ديالهم. عاد البيرو يعني مصلوحه معاوده بالاصلاح، فيها هاد النوعيه هذه ديال القبص بالتريه او لي سبوت ديالو. هذه على ما لاحظت انها خاصه بالبنيتات الصغار على حسب الديكورات اللي دار وعلى حسب الزواقه اللي دار لهنايا. وحتى هي راه فيها الماريو ديال جوج ديال البيبان، حتى هو راه مضر اللي دارو. وحتى هي كامله بالباركي ديال الخشب باش هكا كيهز البروده على حساب الوليدات الصغار. وهنايا اختار انه يعمل هذا الديكور هذا ديال المرايه بالطابوغي ديالو، يعني بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو ياخذوها بالفراش. اذا كان عندكم ثلاثه الوليدات هاهما عندكم ثلاثه ديال الكامات واجدين، يعني غير جيب الصاك ديالك واجي مرحبا بك تسكن في طنجه. وحتى هاد الغرفه حتى هي راه عندها لاكسي للطراسه، والحق ما غاديش ندخلوا ليها من هنا. يلا دابا نشوفوا الشومبر الكبيره، الشومبر ديال لي بارون اللي خصنا نتهلاو فيهم. الشومبر اللي فيها الحمام ديالها خاص، وعاد كاينه موطع ديال الكاما. غادي ندخلوا دابا مباشره باش نشوفوا الحمام الخاص بهاد الغرفه هذه اللي كيف ما قلت لكم هذا راه حمام كبر من حمام اخر اللي شفنا في الاول. المساحه ديالو كبيره، تقدروا مثلا نتوما تقسموه تزيدوا فيه موطع ديال الماكينه ديال التصوير. وعاد هنايا كاين الموطع ديال الدوتشه اللي حتى هي بالباب ديال الزاج اللي كيف ما كتلاحظوا حمام مصلوح كامل فيه هاد النوعيه هذه. هنايا نوعيه الزليج قهوي، وعاد هنايا عامل ليه الزليج اللي غير في البيج، وتا هو كامل بهاد النوعيه هذه ديال الزليج في الارض ولا بارتي ديال الحيط اللي اون فاس الباب. حمام اللي كبير ديال لي فاغون كيف ما قلت لكم. وعاد هذا البيت هذا راه فيه هذا بوحديتو راه ابارتمون، فيه الحمام ديالو، فيه هنايا عامل ليه الدريسين ديالو، يعني عامل واحد لابارتي اللي عامل فيها الماريو باب لي زيتاجير ديالو حتى هو كوليس. وعاد عامل فيه هاد النوعيه هذه ديال الخشب وشابر جوج ديال الاتجاهات، يعني اللي اون فاس واللي على الشمال. وهنايا اختار انه يعمل المرايه بالطابوغي ديالها على حساب الدريسين، يعني ضروري خصها تكون واحد المرايه هنايا، وهذا كيطلل على الواجهه اخرى الثانيه. وعاد كاينه هاد الواجهات نقدروا نعتبروا هذه الواجهه الثالثه، هاد الواجهه الصغيره تقدروا نعتبروها الواجهه الثالثه. وعاد عندك الواجهه الثانيه من هنا اللي كيطلعوا عليها لابارتي الاولى طراس وجوج ديال بيوت النعاس. وهذا البيت راه ما داخلش في الطراسه، هذا البيت هذا كيف ما شفتوا راه كبير وواسع تبارك الله. هاد الكاما ديال جوج الناس بالكوكيتات ديالها. وعاد لا كوموند اختار انه يديرها عاليه على الارض، ماشي دوك لي كوموند اللي كيجيو لاصقين في الارض. واختار انه يعمل موطع ديال التلفازه حتى هو من الخشب. وهاد الغرفه هذه راه فيها هاد النوعيه هذه ديال الكبس السقف كامل. اختار انه يعمل ليها الديزاين هذا، يعني كل غرفه عمل ليها ديزاين بشكل ديال شكل مبدل على الغرفه اللي قبل منها. وهاد الغرفه هذه راه عندها البالكون الخاص بها، يعني كيف ما قلت لكم كاينه التراسه اللي باقي غادي نخرج ليها بحق هذه ما دخلش في التراسه هذه، راها بالكون البيت النعاس اللي تبارك الله واسع كبير. ابارتمون مصلوحه قريبه لطريق بوبانه، قريبه لسوكو التو، قريبه لرميلات، قريبه من اتجاه اخر روم بوين ديال اطلس، قريبه لفافلوري، قريبه لهاد المرافق كامله. والثمن ديالها جد جد رائع بارابور هاد الكم الهائل ديال الاصلاحات اللي دخل فيها مولاها. وعاد كيخلي لكم الصالون كادو. عاجي تشوفوا معايا الصالون اللي غادي يبقى لكم اذا خديتوا هذا لابارتمون خاويه. بغيتو تاخذوها بالفراش كامل راه ممكن انها تباع بالفراش كامل ديالها. هنا في هذا الحيط هذا راه اختار انه يعمل ليه حتى هو الياقوته، واختار انه يزوقوا هاد الساعه ديال الحائط اللي غزاله صراحه لو كتعطي ديكور ومنظر مزيون. اجيو تشوفوا الكادو ديالكم اللي غادي تاخذوه اذا خديتوا هاد لابارتمون. الصالون ديالنا هو هذا،
يعني هذا الصباح خديتو لابارتمون خاويه ولا مفرشه، هاد التفريشه هادي راه غادي تبقى ليكم في لابارتمون ديالكم. اختار انه يفرشها بسدادر ديال والكتاره ديال النحاس باللون دوغي كيف ما شفتوا النحاسي. يعني من اخر ما كاين هو هاد الشكل هذا ديال الكتاره، وحتى التلميطه راه باقي ما جلسش فيها نهائيا، من نوعيه هاد النوعيه هذه ديال التلميطه. يعني مزوق بهاد الكوانات وهاد الطبلات اللي باللون الذهبي عطاهم جماليه رائعه وغزاله. وعاد هنا راه اختار انه يعمل طبله ديال التلفازه من الخشب. يعني كاين الموطع فين تعملوا التلفازه، كاين الموطع فين تعملوا الديكورات، على حسب نتوما والاختيار ديالكم. اما السقف يا سلام، حتى هو ذوقوا بهاد النوعيه هذه ديال القبط اللي حتى هي باللون الذهبي بالتريه ديالها غزاله بلي سبوت ديالها، شي حاجه ديليكس. وكيف ما شفتوا راه الصالون تبارك الله راه ضاوي، حيت فيه جوج ديال الواجهات، وعاد عنده لا كليم ديالو الخاصه به اللي معامل لها مول لابارطمون عاملها هنايا في الصالون. من بعد ما شفنا الصالون ديالنا والتفريشه اللي غادي تبقى في الصالون كادو اللي غادي ياخذها الشاري جديد ان شاء الله، دابا غادي نمشيو باش نشوفوا الكوزينه والطراسه اللي كيف ما قلت لكم دار فيها حتى هي اصلاحات رائعه وغزاله. الكوزينه ديالنا اللي حتى هي كتطلع على واحد المنظر غزال، المساحه ديالها كبيره ورائعه يا سلام. يعني كوزينه اللي زاد صلحها ودخل ليها المساحه ديال الطراس، راه دخلها في وسط الكوزينه. كوزينه اللي بيان ايكيبي، اللي بغيتيه غادي تلقاه فيها، خصوصا اذا خديتوها بالفراش. راه باقي عندكم هاد لابارتي هادي اذا بغيتو تعملوا كونجيلاتور، تعملوا شي طبيله هنايا. يعني هاد لابارتي راه كيف ما شفتوا كبيره مع الدخله. وعاد الكوزينه ديالنا فيها كلشي، فيها الماكينه ديال التصبين ديالها، فيها الفران. وعاد اختار انه يعمل جهه ديال الطياب من الاتجاه الاخر، عمل لورنيه فين كاين البوطه مع الفران ولاهوط. وعاد اختار انه يخلي هاد الرخام من النوعيه الممتازه، خلاه هنايا. وهنايا راه كان حيط، هذا راه ما كانش هكا طاقه، كان حيط وعاد كانت التراسه. اختار انه يعني يفتح هذه الطاقه هذه على التراسه اللي كما قلت لكم راها مصلوحه كامله. الكوزينه اللي المساحه ديالها معتبره، حتى الساري اختار انه يزوقها هذه النوعيه هذه ديال الخشب. فكره ذكيه وفكره ممتازه، عطى الجماليه للكوزينه ديالنا. ودابا غادي نخرجوا مباشره باش نشوفوا الطراسه ديالنا، الاصلاحات اللي دخل فيها وشنو زاد هنايا. هنايا مع الدخله ديال الطراسه غادي تلقاو بانه زادنا شومبر رابعه، زادنا سيجور. يعني باش هكا الماكله اللي غادي طيب في الكوزينه يجلسوا هنايا ياكلوها، باش كتبقى لكم فريمون الصالون نقيه. وكيبقاو ثلاثه البيوت النعاس، كيبقاو فريمون ثلاثه ديال البيوت النعاس. هنايا كيف ما شفتوا لابارتي الاولى ديال التراسه، اختار انه يعمل لها هاد التفريشه هادي بالكنابي بالطبله ديالها. تفريشه دايره سو فورم دو ال، التفريشه ديالها بالكنابي ومخديات ديالها. وعاد اختار انه يعمل اسباس ديال التلفازه، يعني اللي غادي يبغي ياكل هنايا يتفرج هنايا. المهم هذا يكون الموطع ديال الكلاز. اما بالنسبه للسقف راه اختار انه كامل يعمل السقف ديال الخشب، وراه كامل مزفت من الفوق. يعني ما تخافوش من الشتا نهائيا. غتستافدوا من لابارتي تراس، غتستافدوا من الشميسه، وغادي تدخلكم الشميسه والاضاءه. وهنايا راه اختار انه يعمل طابله مونجي ديال سل الكراسه، حتى اذا ما كرهتكمش شي سيجور راه كاينه طابله مونجي هنايا. ودار هاد لاسباس هذا خلاه مع الكوزينه، ودار الباب الثاني هنايا باش اذا بغيتو تسدوا الباب وتخليو هاد لابارتي تراس خاصه بالكوزينه كيمكن لكم. والتراسه كتبقى هنايا كبيره وواسعه تبارك الله. دار لكم الموطع ديال الشوا هنايا من بعد غادي نوريه لكم حتى اذا بغيتو على حساب العيد الكبير. يعني ضروري خصكم اي تراسه صراحه بالله. وهنايا كتبقى الكماله ديال التراسه اللي عندها لاكسي ديال البيت نعاس الاولاني والبيت نعاس الثاني. تراسه اللي كبيره تبارك الله وجوج الواجهات. هنايا كطلع على وسط المجمع، يعني الريزيدونس اللي هو فيرمي، والاتجاه الاخر كيبان لكم طنجه كامله. يعني ابارتمون مصلوحه معاوده بالاصلاح. بارتي تراس كاينه، بارتي سيجور كاينه، ثلاثه د لي شومبر الصالون. يعني اللي حليتو عليها فمكم
غادي تلقاوها في هاد لابارتامون هادي اللي كيف ما قلت لكم فيها 161 متر، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، وجات في الايطاج الثامن، والعماره فيها جوج ديال لي زاسانسور، جوج ديال المصاعد، وعاد كاينين العساسه اجون سيكوريتي ديال النهار وديال الليل، لي كاميرا سيرفيونس في المجمع كامل، يعني كتاخدو شي حاجه سيكوريزي محترمه وغير ديال العائله، وابارتمون اللي معاوده بالاصلاح كامله. هاد لابارتمون هادي اللي كيف ما قلت لكم جات قريبه لطريق بوبانه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا الموقع هذا، واخا هو راه غني عن التعريف، راه جا قريب لرون بوينت ريال اطلس، قريب لفافلوري، قريب لكم لسوكو التو، قريب لرميلات، وقريب بزاف ديال المرافق السياحيه والعموميه اللي كاينين هنايا في طنجه. هاد لابارتمون فيها 161 متر في الطابق الثامن، وعندكم جوج ديال لي زاسانسور ماشي واحد. هاد لابارتمون كتباع يا اما خاويه يا اما بالفراش، والثمن ديالها خاويه هو 144 مليون سنتيم فقط. وهذا الثمن كيبقى داخل فيه هاد الصالون هذا كادو، يعني كادو للشاري جديد. والثمن ديالها بالفراش عفوا هو 150 مليون سنتيم. ايوا كيف جاتكم 161 متر 150 مليون بالفراش كامل اللي شفتوه معنا. حتى الا بغيتو تفرشوا على حسب الذوق ديالكم كيبقى لكم هذا الصالون كادو على قول الله اكبر، وكتبقى لكم لابارتامون بكادو كيدخل معاها في الدار. اذا عجبتكم سهله تواصلوا معنا في هذا الرقم اللي على الشاشه، عطيونا هذا الريفيرونس اللي كاين على الشاشه باش نعرفوكم بغيتو تجيو وتشوفوا هاد الشقه هذه. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي، وقولوا امين ونهاركم مبروك.